كلنا عارفين قصة رايا وسكينة، إنما في تفاصيل محدش فينا يعرفها. بداع بنت رايا راحت فين وتفاصيل تانية كتير ما اتذاعتش حتى على التلفزيون. اسمع الفيديو كويس واسمعه للآخر عشان هتعرف تفاصيل هتصدمك. في حي اللبان في اسكندرية، من أفقر أحياء المحافظة في بداية القرن العشرين، كان في بيت صغير لازق في اسم الشرطة. البيت ده كان بتاع رايا وسكينة، بنتين جايين من الصعيد، اتنقلوا من بني سويف لكفر الزيات لحد ما استقروا في اسكندرية. وتحت أرضية البيت دوت وبيوت تانية قريبة منه كانت مدفونة جثث 17 امرأة. رايا وسكينة علي همام ما ظهروش فجأة كسفاحين، اشتغلوا الأول كمومسات في بيوت الدعارة. خلالها عرفوا كل خبايا المهنة، ازاي تكسب سكة ست غريبة في دقايق، ازاي تعرف مين معاها فلوس أو دهب، وازاي تختفي من غير ما حد ياخد باله. مع الوقت رايا اتجوزت راجل اسمه حسب الله سعيد مرعي، وسكينة اتجوزت محمد عبد العال. الجوزين دول كانوا شركاء كاملين في أي حاجة جاية، مش بس أزواج. وبعد كده انضم للعصابة راجلين تانيين، عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. العصابة كلها كانت 6 أفراد، بس التاريخ كله فضل يفتكرها باسم الستتين دول بس، رايا وسكينة. سوق زنقة الستات قريب من المنشية في اسكندرية، ده كان مسرح العملية. رايا وسكينة كانت بتروح هناك وكانت بتقول للنسوان إن هي دلالة بتبيع قماش وحلة بسعر رخيص، جايين من الجمارك. الاسلوب ده كان رخيص بس كان فعال جدا، لانه كان بيلعب على حاجتين: الطمع في السعر الرخيص والسكة السريعة اللي بتديها ست لست زيها. الضحية تتحمس وتتفق تروح البيت تشوف البضاعة هناك في الأوضة اللي كانت متأجرة أو كانوا بيستخدموها للغرض ده، بس بيكونوا الرجالة في الانتظار، وعملية الخنق كانت بتبقى سريعة جدا. وبعدها بيتسرق الذهب والحلي وتندفن الجثة تحت أرضية البيت. في تفاصيل شعبية بتتكرر بتقول إن رايا وسكينة كانوا بيعيشوا ويناموا فوق نفس الأرضية اللي فيها الجثث من غير أي إحساس بالذنب. بس في بحث تاريخي حديث شكك في بعض التفاصيل دي، قال إن مفيش دليل طبي على التمثيل بالجثث، وإن رواية الحرق اللي اتقالت في بعض النسخ الشعبية مش منطقية أصلا، لأن العيلة كانت أفقر من إن هي تمتلك فرن. القصة غالبا بتتحكي من زاوية رايا وسكينة، بس في نسوان حقيقيين اختفوا وماتوا، وأسمائهم موجودة لغاية دلوقتي في محاضر التحقيق. نازلة أبو الليل 25 سنة، ده كان أول بلاغ وصل للشرطة سنة 1920 من والدتها زينب حسن، اللي قالت إن بنتها اختفت من غير ما يتسرق حاجة من البيت. ده اللي خلى الشك يروح ناحية خطف مش سرقة عادية. فردوس بنت فضل الله اختفت بعد ما اتشافت آخر مرة مع سكينة نفسها. زنوبة عليوة بياعة طيور 36 سنة اختفت، وبنتها اللي عندها 18 سنة هي اللي بلغت وقالت إن آخر حد شافها كانت سكينة علي همام. المجموع الرسمي كان 17 امرأة حسب اعترافات أفراد العصابة نفسهم، بس الشرطة قدرت تتعرف على 14 جثة. الباقي فضل بدون اسم، ومحدش حتى من أفراد العصابة فاكر أساميهم. محدش قدم بلاغ اختفاء عنهم من أساسه، يعني في نسوان اتقتلت واختفت من الوجود تماما من غير حتى ما يبقى ليهم اسم في ملف القضية. بس في يوم 14 نوفمبر 1920 الحكاية طلعت للنور بالصدفة. في بيت رقم 5 في حارة ماكوريس كان في راجل بيحفر علشان يعمل حمام، اتفاجئ ان لقى دراع وبقية جثة امرأة. صاحب البيت خاف يكون اللي اتقتلت هي مراته، فحد من الجيران طمنه وقال له ان دي جثة قديمة. لكن في نفس اللحظة شيخ من الحي راح اسم الشرطة يبلغ. في نفس اللحظة ديت كان النوباتشي في الاسم بيقفل بلاغ اختفاء فردوس اللي كانت آخر مرة اتشافت مع سكينة علي همام، اللي كانت ساكنة قبل كده من 3 شهور في نفس الأوضة اللي بقت مقبرة. وهنا الخيوط بدأت تتقابل في نفس اللحظة من غير ما حد يخطط لكده، ومن هنا بدأت جثث تانية تظهر ورا بعض، وكل يوم كان بيكتشف تفصيلة أبشع من اليوم اللي قبله. المتهمين في الأول أنكروا كل حاجة، والشهود كانوا خايفين يتكلموا، خايفين من رجالة العصابة. الرأي العام في اسكندرية وفي مصر كلها بدأ إن هو يتابع القضية يوم ورا يوم. النائب العام كلف رئيس النيابة العمومية ورئيس نيابة القاهرة علشان يكمل التحقيق. الراجل دوت قدر يربط خيوط القضية
ويخلصها في 3 أيام. 3 أيام بس من وصوله، ومع مواجهة باقي المتهمين بالأدلة واعترافات بعضهم لبعض انهاروا واعترفوا. يعني اللي حل القضية فعلا مش دليل مادي ولا شاهد خارجي، بنت القتلة نفسها. المحاكمة نفسها بقت حدث اجتماعي، كان في زحام شديد جدا لدرجة ان دخول الجمهور كان بتذاكر مدفوعة علشان الكل كان عايز يشوف السفاحتين. الجلسة الأخيرة اتعقدت يوم الاثنين في 16 مايو 1921 الساعة 8:30 الصبح. القاضي وجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدفع السرقة لرايا وسكينة علي همام، حسب الله سعيد مرسي ومحمد عبد العال، عرابي حسان وعبد الرازق يوسف، وتهمة التستر والمشاركة لكل من علي حسن نصر السايغ اللي كان بيشتري الذهب المسروق، وأمينة بنت منصور اللي معروفة بأم أحمد النص، ومحمد علي القدوسي المعروف بالنص، سلامة محمد خضر المعروف بسلامة الكب. الحكم كان بالإعدام للستة الأساسيين، والباقيين كل واحد خد 5 سنين. رايا وسكينة كان أول امرأتين في تاريخ مصر الحديث اللي يصدر ضدهم حكم إعدام، لأن في الوقت دوت كان في عرف قانوني بيتجنب إعدام النساء أصلا. الإعدام اتنفذ على يومين ورا بعض مش في يوم واحد. يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1921 اترفعت الراية السوداء على سرية سجن الحضرة بالاسكندرية إعلانا بتنفيذ الحكم. الهيئة اللي حضرت كانت استثنائية: محافظ اسكندرية، حاكم دار البوليس، محافظ السجون، ورئيس البوليس السري، طبيب البوليس، ومندوبين الصحف العربية والأجنبية. السكينة اللي كانت وزنها وقتها 53 كيلو بس مشيت لأوضة الإعدام وهي سامعة حيثيات الحكم إنها قتلت 17 امرأة، فردت بجملة فضلت محفورة في تاريخ القضية: أنا قتلتهم بإيدي، أيوة قتلتهم، واستغفلت بوليس اللبان والشنق ما يهمنيش. حسب الله جزرية قال وهم واخدينه للإعدام: بيشنقونا عشان شوية عواهر. في إشارة بتقول إن أغلب الضحايا كانوا شغالين في الدعارة، وكأنه بيحاول يقلل من قيمة أرواحهم لغاية اللحظة الأخيرة. عبد الرازق قوم الحرس وهو بيتاخد لحبل المشنقة، وعرابي فضل لغاية آخر لحظة يقول إنه طاهر الإيدين ومالوش دخل في القتل نفسه رغم اشتراكه المؤكد في العصابة. أما رايا فكانت آخر جملة قالتها لبنتها بديعة اللي طلبت تشوفها قبل الإعدام: يعني ما شوفش بنتي أو دعتك يا بديعة يا بنتي بيد الله. وبعديها نطقت الشهادتين. بعد تنفيذ الحكم النبض بتاعها فضل يستمر لدقيقتين كاملين قبل ما تموت فعليا. بديعة الضحية اللي محدش قتلها. نتكلم عن الجزء اللي بيعديه اغلب الروايات. بديعة كانت طفلة بنت رايا وحسب الله، عاشت جوه البيت دوت وشافت كل حاجة من غير ما تختار اي حاجة من اللي حصل، وهي اللي من غير قصد او بقصد ساعدت في كشف الجريمة كلها. اعترافاتها قدام النيابة كانت نقطة التحول اللي خلت باقي المتهمين ينهار. يعني بديعة في لحظة واحدة كانت شاهدة وكانت أداة العدالة، وكانت كمان الضحية اللي هتدفع الثمن لبقية حياتها. بعد إعدام والدتها وخالتها اتحطت في ملجأ الأيتام، وهنا الروايات بتختلف بشكل واضح. الرواية الأولى بتقول إن بديعة اتحطت في ملجأ بيعاملوها معاملة وحشة جدا بمجرد إنها بنت السفاح، وبعد حوالي 3 سنين حصل حريق كبير في الملجأ ماتت فيها بديعة محروقة وانتهت حياتها الصغيرة بنفس القسوة اللي عاشتها. الرواية الثانية بتقول مسير بديعة الحقيقي فضل لغز محدش عرف يحله، ومفيش وثيقة رسمية واحدة بتأكد طريقة وفاتها أو مكان دفنها. بديعة في الرواية ديت مش بس بنت السفاح، هي بترمز لضياع البراءة كلها في القضية دي، وكانت الشخصية الوحيدة اللي المحققين والجمهور اتعاطفوا معاها لأنها ما كانش لها يد في أي حاجة حصل غير إنها شافت وسكتت لحد لحظة الانفجار. تفاصيل حريق الملجأ بالتحديد وتاريخه ومكان دفن بديعة كل ده مش موثق في مصدر رسمي واحد، وده بيخلي القصة تفضل مفتوحة للتأويل لحد النهاردة بعد أكتر من 100 سنة. قصة رايا وسكينة مش بس أول جريمة قتل متسلسل في مصر، أكتر قضية تحولت لأعمال فنية في تاريخ الدراما العربية، وصلت لحوالي 12 عمل ومسلسلات ومسرحيات، وفي محاولات لتبرئتهم كمان. وروايات بديلة كمان بيقولوا انهم كان بيقاوموا الاحتلال مش مجرد قتلات، وده جدل لسه مستمر عليه لغاية النهاردة. بس في وسط الجدل دوت حكاية بديعة فضلت في الظل، مفيش افلام كتيرة ركزت عليها رغم هي الشخصية الوحيدة اللي ما عندهاش اي جريمة، وكانت اصغر شخصية واكتر واحدة تحملت جريمة ما كانتش هي عملتها. سؤال ليكم، تفتكروا بديعة ماتت فعلا في حريق الملجأ زي ما بتقول اغلب الروايات، ولا القصة دي كانت مجرد طريقة يقفل بها الناس؟ حكاية مأساوية من غير نهاية. ما تنسوش الاشتراك والاعجاب بالقناة واستنوا كل جديد. سلام عليكم.